حياكم الله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا يوم الفيديو مالنا جدا مهم وضروري لجميع المتابعين، واتمنى تكملون للاخير وراح يعني تستفادون من يمه وراح تتخلصون من هواي مشاكل بالماطور، لان اكثر العالم قاعد يقولوا لي قاعد يصير عندنا ضعف بالماطور الماي. شنو السبب؟ طبعا قبل لا نفوت للفيديو، اتمنى اللي ما مشترك بالقناه يشترك حتى يوصلك الفيديو اول باول، ولايك للفيديو حتى يعم الفائده للجميع، وشكرا لكم جزيل الشكر. طبعا هاي الحالة هواي قاعد تتكرر، هواي من الأخوة قاعد يراسلوني يقولون لي الماطور فجأة قام الدفع مالته قل مو مثل البقية. هاي واحد. أو يقولون لي مثلا جوارينا كلهم عندهم مي بس احنا ما عندنا مي، شنو السبب؟ اقلهم مرات مثلا خاف البشارة او الشبنة، يقولوا لي لا بدلنا البشارة بدلنا الشبنة. اقولهم مثلا خاف السيت ويلف، يقولوا لي سوينا كل الحلول وما لقينا السبب. طبعا اكثر الماطورات قاعد تصير بها هاي الحالة، وما تبين لحد ما يتفسخ الماطور كله. يا الله تقدرون تشوفونه. طبعا هذا تلاحظونه خانة من الخانات محترقة، بس هسه الماطور يشتغل. انا قبل لا افسخنه كانت قايمة شبنة، جاي ابدله شبنة، بس من فتحته لقيت بهذا الخلل، فما راح اشتغله. حتى لو هو يجيني يقول لي اشتغله، ما راح اشتغله. ليش؟ لان راح اخذ من يمه فلوس بدون فايدة، لان كم يوم وراح يحترق، وحتى ما بفايدة. ليش؟ لان السحب راح يقل عنده، وراح يخسر فلوس من الجهتين من الفلوس الشبنة، وراح يجي بعد كم يوم راح يحترق، او يعني حتى لو يبقى ما يسحب فراح يشتري ماطور جديد. فنصيحة جميع المصلحين لا تشتغلون هيك حالة قلوا له ما نشتغله، لازم يتبدل الماطور لو ينقص ويلف. هاي واحدة. طبعا هذا الخلل شي يسوي ضعف بسحب المي. يعني شلون؟ مثلا الماطور بالبداية العزم مالته قوي، السحب مالته الدفع هاي يعني كله كامل، فمن تحترق عندك خانة راح يبقى الماطور يشتغل، ما يعني يطفى، يبقى يشتغل، بس شنو العزم مالته الدفع راح يقل، ما يسحب مثل قبل. مثل الولد هسه انت خليك انت مثلا نضرب مثل شاب، نضرب مثل على الماطور. هسه مثلا انا عندي ايدين اثنين واقدر اشيل مثلا 50 كيلو. اذا مثلا انخلع كتفي اقدر اشيل هاي 50 كيلو؟ احتمال ما اقدر اشيلها. ليش؟ لان ما اقدر، القوة كانت مثل قبل. فهذا الشيء، هاي الحالة نفسها، هذا الشيء هسه خانة من الخانات ضربت، فما راح يدفع مثل قبل. فأكثر أسباب الماطور إذا شفتوا الشبنة ماكو أو البشارة، تلقون الخلل بالكويل. الكويل يتعب، يعني ما مو مثلا إلا يحترق يالا، لا، يبقى يالا مدة من الزمن فيتعب، يبقى ما يدفع مثل قبل، يعني العمر ماله راح يقل. فبس حبيت افيدكم بهذا الفيديو، واتمنى شيء بسيط قاعد اقدم لكم بالقناه تستفادون من يمه، ولا تنسون لايك واشتراك بالقناه. شكرا لكم جزيل الشكر، اخوكم ميثل موسى.